هذا الرجل الستيني يمارس مهنة التصوير الفوتوغرافي بشكل لا يصدق. دعونا نتعرف عليه. أبو فراس يقوم بتصوير الأطفال في الأزقة القديمة بمدينة جبلة، ويمارس هذه المهنة من كم سنة؟ 7. عبد الناصر صباح الشغري الملقب بأبو فراس يقوم بالتجول بشكل يومي في مدينة جبلة لالتقاط الصور للناس بما فيهم الأطفال والكبار. مرحبا، معكم أبو فراس الشغري. التصوير الفوتوغرافي صار أهم شيء بحياتي، بالأخص للأطفال وتصوير الشارع. وهذه العملية تساعده على إسعاد روحه، لأنه تعود على هذا الروتين الذي يمارسه بشكل يومي. بعد ساعات معدودة يصبح عمر أبو فراس 61 عاماً. يعشق أبو فراس ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي. هنالك أطفال أصبحوا شباباً، ولا زال أبو فراس يلتقط لهم الصور. وإلى هذه اللحظة يتمتع أبو فراس بالروح الجميلة والعفوية. عندما يأتي هذا الرجل إلى الأزقة القديمة يتجمع عليه الأطفال وكأنهم عثروا على كنز. وأبرز ما يميز تصوير أبو فراس هي لقطات الغروب. وشارك أبو فراس في عدة مسابقات، وغالباً ما كان هو الرابح. وهنا سوف نعرض بعض اللوحات التي قام بالتقاطها أبو فراس. معقول أبو فراس صور الكل وما يصوركن؟ لا، هي صعبة شوي. يلا ابتسموا، شو ناطرين؟ أيوة، كتير حلوة، تمام. لا تنسوا تعايدوا عمو أبو فراس بالتعليقات. وباي باي.